لو جيت سألت أي حد عن الشجرة اللي سيدنا آدم وستنا حواء كلوا منها من الجنة، أول رد هيقول لك شجرة التفاح. تعرف إن المعلومة دي غلط؟ قبل ما أقول لك إيه هي الفاكهة ركز معايا. ربنا عز وجل أباح لسيدنا آدم إن هو ياكل من كل فواكه ومن كل أشجار الجنة ما عدا شجرة واحدة بس. مش بس نهاه على الأكل منها، لا هو نهاه إن هو يقرب من. ربنا قال في كتابه العزيز: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. بعد كده ابليس ما سابهمش في حالهم وقعد يعمل لهم مغايرات كتيره جدا زي مميزات الشجره، وقال لهم ان دي شجره الخلد اللي هياكل منها هيفضل مخلد على طول ومش هيموت ابدا. وحلف لسيدنا ادم بعد الاغراءات دي وقعد يقول له: انا لك من الناصحين. سيدنا ادم ضاق بس عصى امر رب واغرته الشهوه البشريه في حب الخلود. وبعد كده سيدنا ادم ندم واستغفر واعترف بالذنب اللي هو عمله، وربنا تاب عليه، ربنا الغفور الرحيم. وبعد ما ربنا تاب عليه ربنا اهبطهما الى الارض. الشجره بقى في اختلاف كبير بين العلماء، في ناس قالت انها شجره القمح، وناس بتقول انها شجره العنب، وناس بتقول انها شجره التين لان شجره التين بتدل على النفس الاماره. بس ولا ربنا ولا سيدنا النبي ذكروا بالظبط ايه هي الشجره لغايه وقتنا هذا. وشجره التفاح بريئه من الموضوع ده. لو انت لسه متابعنا لغايه دلوقتي، صلح ابن النبي عليه افضل الصلاه والسلام.